صبايا حبوباتي عسولاتي سكراتي، اليوم جيت جبت لكم معايا وصفة طبخة بيض. وصفة طبخة البيضة ذي حبوباتي بالنسبة لدارنا وصفة مقدسة، مستحيل يفوت رمضان بلا بيها، ما كانش جامي تصرى وتدار عنا في دارنا إلا في رمضان. ماما ما تديرها لناش ربي يرحمها غير في رمضان فقط فقط فقط. تسمى وصفة مميزة معروفة إنها وصفة رمضانية، ويا قيلة ديرها غير ماما. جامي شفت واحد عبد آخر دارها ولا قال لي نديروها، ولا حتى صحباتي مني يشوفوا البيض مفقس عيوني يقولوا لي واش هو هذه. نبقى نقول لهم اي طبخه بيض، اي طبخه بيض، اي طبخه بيض. يقول ما نعرفوهاش، عطيني لاغوسات نمد لهم كامل لاغوسات. وقلت نمدها لكم حتى انا بما انه رمضان هذا ان شاء الله ندير لكم شي وصفات تاع ماما ربي يرحمها باش نترحموا عليها ان شاء الله يا ربي العزيز، وتصلها الرحمه ويقعدوا الوصفات نتاعها صدقه جاريه. حبوا بيتي احنا الوصفه هذه المهم مشهوره في دارنا وما نقدروش، قلت لكم يفوت رمضان بلا بيها. ورثتها لنا احنا بعد، بقينا كل رمضان محتم علينا ان نديروها كي شغل طقوس من طقوس رمضان. وحبوا بيتي نموتوا عليها ياسر خلا، وزيد ناكلوها مره في العام تما نتوحشوها خلا. بصح ماما ربي يرحمها كانت دير لنا سنين كبيره خلا، احنا كنا عيله دير لنا تسمى باش يجيو البيضات فكها 8 خاطركش هو لازم كل واحد يدير البيضه تاعو هكاك وما يجيش البيض فيها مخلط. يسموها طبخه بيض على جال البيض لازم يكون شغل عيون، بيض عيون. تسمى حبوا بيتي المهم دير لنا. تعرفوا اليوم اللي تعدل فيها خويا يعود يدور يقول لها ماما شكرا ماما شكرا. انا عارسه ذاك اليوم كدير لنا ماما طبخه بيض. بكري ما كانوش منتشرين الاكلات كيما هيك، وذيك تسمى كانت حاجه مميزه اخر خلا. وناكلوا في الفطور حتى نشبعوا ونزيدوا ذيك الساعه ناكلوها في السحور. المهم نحبوها حب ما كانش زيه. سهله مهله حبوا بيتي. يعطيكم وصفه امي حرفيا لا فيها لا زياده لا نقصان. تجيبي 3 كيلات نتاع لافاغين، معاهم كيله نتاع الزبده، معاهم من الملح حسب الذوق، معاهم هذيك الساعه الماء، وتعجنيها طريه مش تعجنيها تلميها فرات، تلمي كيما لاباط تاع العرايش. المهم حبوباتي تجي طريه. كي تجي هذيك الساعه العجينه طريه تحكمي تروحي تحطيها في الفريجيدير ترتاح على روحها خلا. لازم ترتاح باش من بعد تجيك سهله في الحلان. كي ترتاح لك هي تروحي تجيبي هذيك الساعه الطرف تاع الزيت، الطرف تاع الزبده، الملح وفلفل كحل، وتحكمي ديري في هذيك الساعه فلفل حار ومعدنوس وبصله وثوم، ترحيهم كامل مع بعضهم. وتلوحي هذيك الساعه معاها مغرف تاع طماطم كونسيرف وشويه تاع هريسه، ومع هذيك اللحمومه نتاعك المرحيه، وتلوحي معاهم كاس تاع ماء ولا نص كاس على حسب الكونتيتي تاع اللحم اللي راح ديريها. قلت لكم كانت دير لنا هي صينيه كبيره ربي يبارك خلا. وتحكمي هذيك الساعه تخلطي كلش بارد في بارد وتخليها في النار يطيب هذاك اللحم ويتعصد وينشف من هذاك الماء، مش ينشف خلاه يشيح بس يقعد شغل مبلول شويه. بعد تحكمي هذيك الساعه تحشي بها الاخر نتاعك، تخليها على النار وهذيك هي ترتاح وانت هكي توجديها. المهم حبوباتي ماهيش صعيبه. او كاين اللي يحب يزيد كيما نقولوا قادرين نزيد فيها كيما نقولوا فخوماج ولا نزيد فيها زيتون لك، بصح احنا ما نزيدوا فيها والو شغل قاعده اكله تقليديه حافظينها ما نزيدوش فيها. كون اي وصفه هذه هي الوصفه الاصليه لا زيتون لا حتى شيء، هذه هي وصفه امي. نحكموا نحلوها هذيك الساعه رقيقه ونحطوا هذاك اللحم المعصد اللي كنا درناه، ما نديروش لي زيبيس. المهم قلت لكم عطيتها لكم يعني تقليديه كيما نديروها في دارنا، بعد لا فيها لي زيبيس لا فيها زيتون لا فيها فخوماج لا فيها حتى شيء. هذه هي وصفه طبخه بيض المشهوره عندنا في دارنا، الوصفه تاعنا الاصليه حبوباتي اللي رانا ما نستغنوش عليها ابدا. وهيك نكون اليوم عطيتكم وصفه من وصفات امي، ان شاء الله تدعوا لها كامل بالرحمه. وفات اليوم الثاني تاعي تاع رمضان وفوت هذيك الساعه، وبعد الفطور السحور تاع جارتي ربي يفرحها ان شاء الله يا ربي. وكملت ميعناتي واموراتي ودنيتي، كملت على 12 درجه مش كيما امس كملت على الواحده، اليوم كملت شويه بكري. وفضل اليوم الثاني تاع رمضان وما يبقى لي انا غير باش نقول لكم نحبكم نموت عليكم. دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.